حكايتنا بتبتدي بهاروكي وميو، وبنعرف إن دي آخر سنة ليهم في الثانوية. وكمان بنعرف إن هاروكي بيحب ميو لكنه بيبقى مكسوف يقول لها، وبنعرف كمان إن ميو بتحب هاروكي لكنها بتكون شايفة إنه مستحيل يبص لواحدة زيها. وبعد كده بنشوف هاروكي وهو ماشي وكان بيفكر في البنت اللي هتمثل في فيلمه بما إنه في نادي السينما. وبعد كده بيشوف ميو اللي كانت بترسم تحت الشجرة وبتبقى هي في نادي الرسم، وبيفتكر هاروكي أول يوم اتقابل فيه مع ميو وبيبقى تحت نفس الشجرة. ووقت ما كان بيفتكر صحابه بيضايقوه وبيخرجوه من تفكيره ده وبيقولوله إن باين عليه واقع في الحب. وبعد كده بيقترح عليه صاحبه سوتا إنه يخلي ميو تمثل معاهم في الفيلم. فهاروكي بيقوله إن هو حاول فعلاً، لكنها أول ما شافت الكاميرا خافت جداً وطلبت منه ما يصورهاش، وقالت له إنها بتطلع وحشة في الصور. ومن ناحية تانية بيبقى في طلاب متجمعين ناحية أكاري وبيطلبوا منها تعلمهم إزاي يمزجوا الألوان ببعض، وبعد كده أكاري بتفهمهم الألوان المناسبة اللي ينفع تتخلط ببعض. لكن ناتشان بتقول لهم عكس كده، وكانت بتنصحهم إنهم يرموا الألوان على اللوحة. فوقتها الطلاب بيطلبوا مساعدة ميو، فبتبدأ ميو تعرفهم إن المية هي حياة الألوان، وإنهم كل ما يزودوا مية الألوان هتفتح معاهم، وإنهم لو قللوا المية الألوان هتغمق. وساعتها الطلاب بيشكروها ويمشوا، وبتخلص ميو هي كمان وبتروح تغسل الفرش بتاعتها. ولما ميو بتكون راجعة لأصحابها بتشوف هاروكي وبيبقى مندمج بالتصوير، فبتفتكر وقتها أيام ما كان بيتخانق، وبتفكر قد إيه هاروكي حواليه ناس كتير، وبتقول برضو لنفسها إن أكيد من كتر الناس اللي حواليه مستحيل يبصلها، لكنه في نفس الذكرى ساب كل اللي موجودين وابتسم ليها هي. وبعد كده ميو بتكمل بقية ذكرياتها، وبتفتكر لما كانوا قاعدين على السلم ولما كانوا بيسمعوا بنفس الهاند فري، وبتفتكر لما كان بيدافع عنها لحد ما أخيراً بتخلص الذكريات. وبعدها بتعدي الأيام وبيتكرم هاروكي على الفيلم اللي عمله. ووقت ما كان هاروكي بيتكرم ميوت بتسمع باقي البنات وهم بيتكلموا عن هاروكي وبيقولوا قد إيه معجبين بيه وإنهم بيتمنوا إنه يكون حبيبهم. وبتفضل ميو تقنع نفسها إن هاروكي مستحيل يبصلها. وبعد كده ميو وصحابها بيروحوا للمكان اللي بيقعدوا فيه عشان يتغدوا، وبيفضلوا يسألوا بعض هيعملوا إيه بعد الثانوي. فأكاري بتقول لهم إنها هتروح كلية الفنون، وميو بتقول إنها هتروح كلية الهندسة. ولما بيسألوا ناتشان هتروح فين بتنهار ناتشان وبتقول لهم إنها ما تعرفش هتعمل إيه، وقالت لهم إنها راحت للأستاذ وقال لها تمشي ورا رغبتها. وبتقول لهم ناتشان إنها ما تعرفش إيه رغبتها، لكن ميو بتعرف تهديها وبتديها قطعة سوشي من معاها. وبعد ما بيخلصوا وبيرجعوا تاني للمدرسة ميو بتشوف هاروكي وكان حواليه بنات كتير، لكنه أول ما بيشوف ميو بيروح لها على طول وبيتأسف لها إنه مش هيقدر يروح معاها عشان عنده اجتماع مع الأستاذ. لكن ميو بتقوله إنها هتستناه وإن ما عندهاش مشكلة. وأول ما هاروكي بيمشي البنات بيفضلوا يضايقوها وبيفضلوا يكلموها عن الحب، فميو بتقول لهم إن هي وهاروكي مجرد صحاب. فناتشان بتسألها أمال ليه بيستنوا بعض عشان يروحوا سوا، فميو بتقول لناتشان إنها كمان بتروح مع يو. فناتشان بتقول لها إن يو مجرد جارها بس، فميو بترد عليها برضو وبتقول لها إن هي وهاروكي برضو ساكنين في نفس الطريق. وعلى الجانب الآخر بنشوف هاروكي وهو قاعد مع الأستاذ وكان بينادي الأستاذ بتاعه بساكو، فساكو بيقوله يناديه بالأستاذ، وإن مش معنى إن هو كان صاحب أخوه إنه يناديه باسمه عادي. فبيضحك هاروكي وبيقوله حاضر. فبيكمل الأستاذ ساكو كلامه وبيسأل هاروكي ليه ما كتبش رغباته زي باقي صحابه، وبيسأل هاروكي هيعمل إيه بعد الدراسة. فبيرد هاروكي وبيقوله إن هو قدم في مسابقة وإن هو لو فاز هيسافر بفلوس الجايزة وهيدرس ساعتها صناعة الأفلام. فساكو بيسأله إذا كان متأكد إنه هيفوز، فهاروكي بيكون مغرور وبيقوله إنه عارف إنه أكيد هيفوز. وبيبدأ ساكو يقول لهاروكي إنه شبه أخوه آكي جدا، مغرور وعنيد وبيحب زيه الأفلام. فهاروكي بيقوله
إن آكي هو اللي كان شبهه، وبيسيب ساكو وبيمشي، وبيقعد ساكو يفتكر صاحبه آكي. وبعد كده بيرجع هاروكي لميو اللي بتكون نايمة، وبيروحوا سوا. وهم ماشيين في الطريق بيحكي لها عن أخوه وقد إيه كان بيحبه، وبيعرفها برضه إن سبب حبه للأفلام هو أخوه. وبيروحوا يقعدوا على السلم اللي دايما بيقعدوا عليه، فميو بتقوله إن واضح عليه بيحب أخوه قوي، فبيرد عليها وبيقول لها إنه بيحبه أكتر ما هي تتخيل، وكمان بيقول لها إنه مثله الأعلى. وبيبدأ يسألها عن رأيها في آخر فيلم ليه، فميو بتقوله رأي واحدة زيها هيهمه في إيه. فهاروكي بيقول لها ما تقولش الكلام ده تاني، وبيعرفها قد إيه رأيها مهم بالنسبة له، وبيفضل يكلمها عن رسوماتها وقد إيه جميلة. فوقتها بتقوله شكرا على مواساتي، فبيتعصب هاروكي جدا منها، وميو بتتضايق، والاتنين بسرعة بيتوتروا. وفي اليوم اللي بعده وبتكون ميو رسمت لوحة جديدة، فاصحابها بيسألوها عن اللوحة دي، فبتقول لهم إن الصورة دي بتمثل ذكرى ليها، وبتقول لهم إن زمان وهي صغيرة كانت هتغرق، لكن في واحد شجاع أنقذها. فوقتها بيسألوها إذا كانت تعرف اسمه، فميو بتقول لهم إنه قريب جدا هتعرف اسمه. وفجأة بيقاطع كلامهم هاروكي ومعاه صحابه، وبيكونوا عايزين يطلبوا منهم طلب. وبعد كده بيقعدوا معاهم وبيقولوا لهم بما إنهم رسامين المدرسة إنهم هيحتاجوهم يرسموا ليهم لوحة عشان الفيلم بتاعهم، وبيعرفوهم إن الفيلم ده هيكون رومانسي، وإن البطلة هتكون رسامة، وبيقولوا لهم إن الرسمة دي المفروض البطلة هي اللي هترسمها. ووقتها البنات بتتحمس للفكرة، وبيسألوا الرسمة دي عن إيه، فبيقولوا لهم الرسمة دي عن الحب، وبيبدأوا يسألوهم عن لون الحب. فناتشان بتقول لهم إن أكيد الحب لونه بامبي، وبتبدأ تعرفهم إن لما الشخص يحب الحياة كلها بتكون بامبي. وبنعرف إن يو بيحب ناتشان. وبعد كده هاروكي بيسأل ميو رأيها إيه، لكن ميو ما بتعرفش ترد. فأكاري بتقول إن أكيد لون الحب ذهبي، لأن الحب مشاعر جميلة. فبيوافق هاروكي على كلام أكاري، فبتتضايق ميو. وبعد كده بتبتدي الأجازة، وبيكون هاروكي بيجهز الفيلم ومتحمس جدا، وبيكون كل واحد من الطلبة مشغول في حياته، اللي بيكون في بيته، واللي بيكون في السوبر ماركت، واللي بيكون بيذاكر. وبتكون ميو بتحاول إنها ترسم. وبعد كده بنشوف يو وكان قاعد بيذاكر، وبتبقى ناتشان قاعدة معاه، وفجأة بتعلي صوتها وبتقول إنهم وافقوا يروحوا مهرجان الألعاب النارية، وبتقوله يستعد بالليل. فيو بيقول لها إنه ما بيحبش الحاجات دي، فناتشان بتقوله إنها خلاص هتعزم شادي اللي هو بيكون جارها التاني. فيو ساعتها بيقول لها إنه هيروح معاها، فبتروح ناتشان عشان تستعد، وبيحاول يو يرجع يذاكر تاني لكنه ما بيعرفش. ومن ناحية تانية بنشوف ميو وكانت بتجهز نفسها برضو عشان المهرجان، ووقت ما كانت بتلبس مامتها بتقولها تستعد، لأن بكرة هتبقى تاخدها معاها عشان توريها اللي أنقذها لما كانت صغيرة زي ما هي كانت عايزة. فميو بتقولها إزاي تعرفوا كل ده وما تقولهاش، فمامتها بتقولها إنها كانت مستنية الوقت المناسب. وبعد كده بيتقابلوا كلهم وبيروحوا المهرجان، والكل بيبقى فرحان ومبسوط. ووقت ما كان هاروكي وميو بيلعبوا لعبة بيفوز فيها هاروكي، وبيدي الهدية لميو، ولما بيبص حواليه ما بيشوفش حد من صحابه، ولما بيرن عليهم بيلاقي إن موبايلاتهم مقفولة. فبيقول لميو إنهم كده هيضطروا يمشوا لوحدهم، وبنعرف إن صحابهم مستخبيين منهم عشان يسيبوهم لوحدهم. لكن فجأة ميو بتقع في الأرض من كتر الحر والزحمة، فبيضطروا ساعتها يطلعوا برا الحفلة، وبتبدأ الألعاب النارية، وكل واحد بيبقى جنب البنت اللي بيحبها. وبعد كده هاروكي بيشوف جنبهم سلم، فبيطلعوا على السلم وبيشوفوا الألعاب النارية وبيكونوا فرحانين بمنظرها. وبعد كده بيسأل هاروكي ميو عن الرسمة، فبتقوله إنها هتبدأ فيها قريب، فبيشجعها وبيقولها بالتوفيق، وبيصارحها وبيقولها إن نفسه قوي تبقى جزء من آخر فيلم ليه. فميو بتفرح جدا وبتقوله إنها هتحاول،
ولما بيبصوا تاني على الألعاب النارية بتيجي لميو فكرة الألوان بتاعة اللوحة، وبتبقى كل الألوان، لأنها بتكون شايفة إن الحب زي الألعاب النارية لأنه بيكون فيها كل الألوان. وبعد كده هاروكي بيلاحظ إن ميو بتبصله، ووقتها الاتنين بيتكسفوا، وبيقول لها هاروكي إنه هيروح يجيب حاجة يشربوها، لكن بيجي ولد صغير وبيقطعهم، فالاتنين بيبدأوا يضحكوا. وفي اليوم اللي بعده بتروح ميو عشان تشتري ورد، لأنها كانت رايحة هي ومامتها للشخص اللي أنقذها لما كانت صغيرة. لكن ميو بتتصدم لما بتعرف إن الشخص ده ميت، وبتتصدم أكتر لما بتشوف معلمها ساكو، وبعد كده بتعرف إن اللي أنقذها كان صديق الأستاذ ساكو، وبتعرف كمان إنه يبقى أخو هاروكي. وبتتصدم أكتر لما بتعرف إنه مات يوم ما أنقذها، وساعتها ميو بتفتكر إن هي السبب في موته. ومن وقت ما ميو عرفت وهي قررت إنها تتجاهل هاروكي وكمان صحابها كلهم، وكمان ما بقتش تاكل معاهم زي الأول، ولا حتى كمان بقت بتروح مع هاروكي. وكمان ميعاد تسليم اللوح بتفوته، وبتكون في لوحة أكاري الذهبي ولوحة ناتشان البامبي، لكن هاروكي بيفضل مستني ميو قبل ما يقرر ياخد لوحة مين. لكن ميو بتكون حابسة نفسها في أوضتها. وبتعدي الأيام وبنشوف صحاب ميو وهم بيتكلموا معاها عشان تقعد تاكل معاهم زي الأول، وبيسألوها متضايقة ليه، فما بتردش عليهم، فبيسألوها إذا كانت قابلت منقذها، فبتقول لهم إن هو مات. وبعد كده بيجي هاروكي، فبتقرر ميو إنها تمشي، فهاروكي بيبدأ يسألها هي ليه متغيرة معاه، وبيطلب منها تحكيله، فبتقوله إنها مش كويسة، وبعد كده بتسيبه وبتطلع تجري وكانت بتعيط. وبعدها بيروح هاروكي لنفس المكان اللي بيقعدوا فيه، وكان متضايق جدا. وفي اليوم اللي بعده بيكون هاروكي قاعد متضايق، وبيقرر إنه يختار لوحة أكاري اللي لونها ذهبي. وكمان هاروكي ما بيقدرش إن هو يظبط الفيلم كويس، فأصحابه بيتخانقوا معاه، فهاروكي وقتها بيمشي ويسيبهم. ولما كان هاروكي ماشي بيشوف الأستاذ ساكو، وبيطلعوا السطح وبيديله الجايزة، وبيقوله إنه فاز في مسابقة أمريكا، وبيسأله هيسافر إمتى. وفي اليوم اللي بعده صحاب هاروكي بيقابلوه وبيباركوله على الفوز، لكن هاروكي وقتها ما كانش مبسوط، وبيمشي في طرقة المدرسة والأستاذ بيباركله على الفوز والسفر، وبيبقى هاروكي برضه متضايق. وأول لما بيدخل الفصل كل أصحابه بيباركوله على الفوز والسفر، فبيتعصب هاروكي عليهم وبيقول لهم إنه عايز يكون لوحده، وبيمشي ويسيبهم. وبعد كده بنشوف ميو وبتكون خارجة من الفصل وهي متضايقة، لكن صحابها بيجبروها إنها تخرج تتغدى معاهم، وبيحاولوا صحابها إنهم يتكلموا معاها، وبيقولوا لها إن الورد جميل جدا، وبيقترحوا إنهم يرسموه، فبتقول لهم إنها ما بقتش بتحب الرسم. وعلى الجانب الآخر بنشوف هاروكي وكان مروح وبيفكر في ميو، وما كانش عارف هو زعلان ليه، وبيعلي صوته في الشارع وبيسأل نفسه هو ليه متضايق، لكن طبعا محدش بيرد عليه. فبيكمل هاروكي طريقه للمكان اللي بيقعد فيه مع ميو، وبيتخيل إنها قاعدة هناك، فبيكمل طريقه وبيقول إنهم كانوا في يوم من الأيام هيتفرقوا عن بعض لما يروحوا الجامعة. ولما بيروح هاروكي بيبص على صورة أخوه اللي بيكون شبهه جدا، فبيفتكر ذكرياته مع أخوه لما كان في المستشفى، وبيسأله عن الواجب، فهاروكي بيقوله إنهم طلبوا منه يكتب أحلامه، وبيسأله يكتب إيه، فأخوه وقتها بيقوله يكتب اللي هو عايزه. فهاروكي بيسأل ساكو يكتب إيه، فساكو بيقوله إن محدش يعرف المستقبل فيه إيه، وده الحلو اللي فيه، وبيقول لهاروكي برضه يكتب اللي هو عايزه. فبيرجع هاروكي يسأل أخوه تاني هو عايز يبقى إيه، فأخوه بيرد من غير تردد وبيقوله يبقى مصور أفلام. وبيفوق هاروكي من تفكيره وبيقول إن أخوه كان عايز يبقى مصور زيه، وبيبدأ يفتكر ذكرياته مع أخوه، ولما كان ماسك الكاميرا بتاعت أخوه، ولما كان بيقلده في طريقة تصويره. وبيبدأ هاروكي يسأل نفسه هل كان عايز يبقى مصور أفلام ولا هو نسخة مصغرة من أخوه آكي.
وبيكتئب هاروكي. ومن ناحية تانية بنشوف ميو وكانت قاعدة في البيت وبتفكر ازاي تكلم هاروكي وازاي تلحقه قبل ما يسافر، لكنها في النهاية بتستسلم وبتقرر انها تنهي كل حاجة، وبتقطع كتاب رسوماتها اللي هي رسمة فيها هاروكي. لكن فجأة بيجيلها مكالمة من صاحبتها تشان وبتطلب منها المساعدة، ولما ميو بتروح لها بتكتشف انها عازماها على الأكل، وبتبدأ أكاري وناتشان يقولوا لميو تتكلم معاهم وتحكي لهم مالها، وبتبدأ ميو تحكي لهم كل حاجة. وبتطلع ناتشان عارفة أخو هاروكي، فبتقول لميو إن أخوه مات بالمرض وإنه ما ماتش بسببها، لكن ميو بتكون مصممة إن هي اللي قتلته، وبتقول إن المفروض واحدة زيها هي كانت تموت. فبتتعصب ناتشان وبتقول لها تبطل الكلام اللي بتقوله ده، فبتفتكر ميو هاروكي على طول لأنه دايما بيقول لها كده. وبعد كده ناتشان بتقطع تفكيرها وبتقول لها فكرت تقول لهاروكي، وبتكمل أكاري كلامها وبتقول إن هاروكي مكتئب وبيقولوا لها تجرب تحكيله. فبتقرر ميو ساعتها إنها لازم تحكيله، وإنها كمان هترسم الرسمة اللي تعبر عن الحب حتى لو هما مش هيحتاجوها، وإنها هترسمها بس لأن هاروكي اللي طلب منها ترسمها. وبتبتدي ميو فعلا ترسم اللوحة. وفي اليوم اللي بعده بتبعت رسالة لهاروكي إنها عايزة تقابله بعد المدرسة في المكان اللي متعودين يقعدوا فيه، لكن وقتها هاروكي بيتعصب وبيرمي الموبايل بتاعه. وفي المدرسة الأستاذ ساكو بيقول لها إن هاروكي ناوي ما يسافرش وإنه مش عايز يحقق حلمه، وبيديها اسطوانة وبيقول لها تديله الاسطوانة دي يمكن يفتكر أخوه. وبيعدي الوقت وميو بتكون مستنية هاروكي، والجو وقتها بيبدأ يغيم عليها والتلج بينزل من كل مكان، وبيكون هاروكي لسه في بيته لكنه بيخاف عليها وبيلبس هدومه وبيجري عشان يلحقها. وأول لما بيشوفها بيقول لها تروح على البيت بسرعة لأن الجو برد. ولما هاروكي بيجي يمشي ميو بتوقفه وبتقوله الحقيقة، وإن هي البنت اللي أخوه أنقذها ومات بسببها، وبتفضل تتأسف ليه، وبتقوله إن هي كانت خايفة تقوله عشان مش عايزاه يكرهها، وبتقوله إنها ما كانتش تعرف إن بسكوتها ده هيكرهها أكتر. فهاروكي بيسألها إذا كانت خلصت كلامها وبيعرفها إن أخوه كان مريض وإنه ما ماتش بسببها، وبيقول لها إن تفكيرها ده غبي، وبيسألها هي إزاي عملت فيه كده. فبتتأسف وقتها منه وبتقوله إنها سمعت إنه هيبطل يصور أفلام. فهاروكي بيقول لها إنه فعلا هيبطل تصوير أفلام لأن الأفلام عمرها ما كانت حلمه، وإن حلمه أسود مجهول ما يعرفش عنه حاجة، وبيعرفها إنه مجرد نسخة صغيرة من أخوه، وإن كل الفترة دي كان عايش بحلم أخوه. وكمان بيقول لها إنه يبقى أكبر غبي في العالم. فعلى طول ميو بتضربه بالقلم وبتقوله إن التصوير هو حلمه وإنها عارفاه أكتر من نفسه، وبتعترف له إنها كانت بتراقبه 24 ساعة لما كان بيصور، وبتقوله إن هو بيكون مبسوط وهو بيصور وإن التصوير هو كل حياته. وبتقوله إن مفيش أي مشكلة إن أخوه كان عايز نفس الحلم، وبتعرفه إن ده عادي وإن في ناس كتير نفسهم يبقوا مصورين. وبتمسح بعد كده دموعها وبتطلع الرسمة اللي معاها، وبتقوله إن الرسمة متأخرة شوية بس كانت لازم توريها له، وبتقوله إن ده معنى الحب بالنسبة لها وإن ده حبها الأول. وبتبقى الرسمة دي عبارة عن 2 واقفين وباصين من الشباك والألوان حواليهم من كل مكان. فبيعرف هاروكي إنها تقصده لما كانوا واقفين مع بعض هما الاتنين يوم الألعاب النارية، وقبل ما هاروكي يقول أي حاجة بتعطس ميو، فبياخدها هاروكي للبيت وبيعمل لها شاي. فميو وقتها بتفتكر الأسطوانة اللي اداها أستاذ ساكو، فبتديها لهاروكي وبيشغلها، وعلى طول بيشوف أخوه، وبيبدأ أخوه يحكي له إنه عمل حاجة هيفضل فخور بيها طول حياته، وإن هو أنقذ بنت النهاردة، وبيكون هاروكي هو اللي مصور الفيديو ده. وبيكمل أخوه بيقول إن ده أعظم مشهد هيصوره في حياته، وده مشهد تصويره لبطل عظيم بيحكي قصته، وبياخد منه الكاميرا عشان يصوره. وساعتها هاروكي بيقول إنه أكيد هيبقى مصور
عشان يصور مشاهد عظيمة زي المشاهد دي طول حياته، وكمان هيصور مشاهد يفرح بيها الناس، وإنه هيخلي الضحك على وشهم طول الوقت. وبيقول لأخوه إنه أخيراً عارف حلمه، وإن حلمه يبقى مصور كبير، وأخوه وقتها بيشجعه. وفي نهاية الفيديو بيتصور هاروكي مع أخوه، وبيخلص الفيديو على كده. ووقتها هاروكي بيعيط لما بيشوف الفيديو، وبيقول لميو إن حلمه بدأ من اللحظة دي، وبيشكر أخوه إن هو اللي عرفه على حلمه. وبرضه ميو بتشكر إن أخوه أنقذها. وبتعدي الأيام، وبيبقى هاروكي قاعد على كرسي في أوضة السينما، وبيقول إن النهاية حزينة وما بتبقاش عجباه، وبيكون مستغرب إزاي الأبطال هيحبوا بعض وفي الآخر كل واحد هيفترق ويحقق حلمه. فصاحبه سوتا بيقول إن هو اللي اختار النهاية. وبتمر أيام تانية، وبيتخرجوا أخيراً من المدرسة، وبيكون كل واحد قدم في الكلية اللي عايزها. حتى ناتشان بتكون لقت حلمها، وبتقرر تدخل كلية التصميم. وكمان ميو غيرت رأيها وهتكمل حلمها وهتدخل كلية الفنون. وطبعاً هاروكي بيكون هيسافر، وبيكون بيودع معجبينه. وفي الوقت ده يو بيدي ميو CD، وبيقول لها ما تقولش لهاروكي. وبعد كده بيتصوروا كلهم مع بعض، وبيروح هاروكي وميو عشان يودعوا فصلهم اللي بيكون مليان بذكرياتهم سوا. وبتروح ميو تقف كمدرسة لأنها نفسها تبقى مدرسة رسم، وهاروكي وقتها بيعمل دور التلميذ وبيسألها إيه حلمها. فساعتها بتكتب أحلامها على السبورة، وبتسأله إيه حلمه، فبيقف جنبها وبيكتب هو كمان أحلامه. وبيفضلوا هما الاتنين يزودوا أحلامهم لحد ما بيخلص اليوم. وبعدها بيروحوا مع بعض، وبيتفرقوا عند السلم اللي متعودين يقعدوا عليه، وبيودعوا بعض ويمشوا لأن دي آخر مرة هيشوفوا فيها بعض، لأن طيارة هاروكي بتكون تاني يوم، وبيبقى طالب منهم محدش يودعوا في المطار. وفي اليوم اللي بعده هاروكي فعلا بيروح المطار، وبيكون قاعد لوحده، وبيكون عايز يكلم ميو ويقول لها تستناه، لكنه بيكون شايف إن ده ما ينفعش وإنها لازم تكمل حياتها. لكن فجأة بتجيله رسالة من ميو وبتقوله إنها هتفضل مستنياه طول العمر. وساعتها بياخد شنطته وبيمشي، وبتكون ميو واقفة بتودعه بنفس طريقته. وبتروح بيتها وبتفتح الCD اللي كان يو اداهولها، وبيبقوا مصورين هاروكي وهو بيتأسف وبيقول إنه عارف إن أنانية منه عشان هيلغي الفيلم، وإنهم مش هيعرضوه عشان نهايته هتزعل ميو. وبيقول لهم إنه لا يمكن يزعلها، وبيطلب منهم يسامحوه، وإنه أكيد في المستقبل هيعمل أفلام كتير عشان يخلي الابتسامة ما تفرقش وشها. فأصحابه بيقولوا له إن دي مش مشكلة وإنهم مش زعلانين. وبعد كده بيقولوا له إن معنى كلامه ده إنه بيحب ميو. وبيكتشف في الآخر إن أصحابه بيصوروه هو بيتكلم. وميو أول ما بتسمع كده بتعيط، وبتقول لنفسها إنها هتستنى هاروكي للأبد. وبتمر 7 سنين، وبتكون ميو أستاذة رسم في نفس المدرسة بتاعتها، وطبعا الكل بيحبها، لكنها بتكون لسه متعلقة بهاروكي. وبعد كده بتروح تقعد مع أصحابها، وبتيجي ناتشان وبتقول لهم إن يو أخيرا اتقدم لها. فبيسألوها يو تقدم لها إزاي، فقالت لهم إنها كانت بتطبخ له، ووقتها طلب منها ترتاح لأنها طول الليل بترسم، لكنها قالت له إن ما عندهاش مشكلة. فبيعترف لها وقتها بحبه وإنه عايز يتقدم لها، وبتقول لهم إنه طلع خاتم من معاه وطلب منها الجواز، وبتعرفهم إنها على طول وافقت. وبعد كده بتسأل أكاري عن أخبارها هي وسوتا، فأكاري بتقول لها إنه بيخرجها كتير وإنه بيحاول دايما يفرحها، لكنه لسه ما خدش خطوة إنه يتقدم لها. وبعد كده بيسألوا ميو عن أخبارها، فميو بتقول لهم إنها ما تعرفش أي حاجة عن هاروكي، بس بتقول لهم إنه بعت لها فيلم في عيد ميلادها وإن الفيلم كان جميل جدا. فبتتعصب ناتشان وبتقول على هاروكي مجنون الأفلام، وإنها لما تعزمه على فرحها هي ويو هتضربه على طول. فبتضحك ميو على كلامها.
وفي اليوم اللي بعده بتكون ميو في الفصل وبتتفاجئ إن في رسالة جات لها، وما بتطلع فوق السطح بتكلم ناتشان على طول عشان تتأكد من الخبر. وبيبقى الخبر ده إن هاروكي خد جايزة أفضل مخرج للسنة دي، وده بيكون أول ياباني ياخدها. فبتفرح وقتها جدا لدرجة إنها بتفضل تفكر تهنيه إزاي وهي مروحة، وبتبقى هتبعت ليه رسالة لكنها بتقرر تروح تقعد على السلم اللي متعودين يقعدوا عليه. لكن فجأة بتسمع صوت جاي من وراها وبيقول لها أستاذة ميو، وكمان بيقول لها إنها وحشته. فبتبص ميو وراها وبتتفاجئ إن هو هاروكي، فبتبدأ وقتها تعيط من الفرحة. فهاروكي بيقول لها إنها لسه ما اتغيرتش، وبيرجعوا يقعدوا على السلم وبيحكي لها هاروكي عن كل مغامراته، ووقتها هي بتنبهر من كلامه وبيعرفها إنه خد جايزة أفضل مخرج. فميو ساعتها بتبارك له، فهاروكي بيسألها هي ليه ما انبهرتش، فقالت له إن ناتشان عرفتها، وبيقول لها إنه لما سمع الخبر ركب أول طيارة عشان كان عايز يقول لها هي أول واحدة. وبيقول لها في الآخر إنه طول ال7 سنين ما بطلش يوم يحبها. فبرضه ميو بتقوله إنها برضه ما بطلتش تحبه. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.